سويسري اليورو بقى ب 56 جنيه. يعني اعمل ايه؟ يعني انا داخل اسوق ب 100 جنيه، يعني 5000 جنيه. ما بتتحسبش كده يا صاحبي. الجنيه جنيه بلده. فتعالى ما اوريكم 100 جنيه هتجيب لنا زبده الاسبوع ازاي. علمكم تسوق ازاي. ال 100 جنيه هنا يوميه عامل متوسط الدخل يومين اتنين. اول حاجه هنجيب شكاره بطاطس 4 كيلو عامله 3 جنيه 69 قرش، ونجيب لنا واحده شطه عامله جنيه 49 قرش، وده ذره مطبوخ هنجيب منه، وده جميع المكرونات الايطاليه هنجيب شويه. هنجيب كيس سباكيتي ب 55 قرش، ونجيب اتنين من ده اهو. هنا من عشاق الاندومي ب 79 قرش الواحد، نجيب لنا اتنين. ده جماعه انواع البسكويت هنجيب لنا شويه برضه. هنجيب بسكويت من يونيا سويسي. خليكم معايا. واهم حاجه قرص التراب ال10 بجنيه 59 قرش، يعني الواحده ب 15 قرش، نجيب اتنين. زيت عباد الشمس 5 كيلو ب 7 جنيه 69 قرش. ولا نوسة اوراق السمك. وراك السمك 6000 طنه. وده نايت نجيب واحده. وهنا جميع انواع البيض. بيض ارانب، بيض جوز خالتي، قصدي بيض خالتي، بيض بني ادمين. وهنا في لبن بط، ولبن ارانب، ولبن وز، ولبن لحد الان صرفنا 40 جنيه. وده فرن العيش. والحاجات ده مش لينا، ده الناس اللي جنبينا. بصوا يا جدعان، ام خلود وبابا غنوج حاجات. والناس اللي كانت بتقول لي المكرونه بتزرع، مكرونه مزروعه اهي. اهي كل ده كل مكرونه مزروعه. طبعا ايطاليا مشهوره بجميع انواع الجبن. دي جبنه رومي الايطاليه. فاحنا نعمل صفقه جبن دلوقتي. نجيب لنا واحده بارميجانو. وده طبعا عشان خاطر جاسمين واليسيا هنجيبوا شويه حاجات من هنا برضو. طبعا دي جميع انواع البطاطس. لحد الان يا جدعان 60 يورو الصرف. انا قالت لي حد بتاع غسيل ريحه او. يلا بقى نخش على علبه بيتز. نجيب لنا بيتزا. نجيب واحده بالبازيليكو عامله 2 يورو. ده الخيال كله يا جدعان. هنا بقى جمبري واستاكوزا والدنيا حلوه خالص.